السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتفرجوا اليوم في هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد على قناه اذواق نول. كما كتشوفوا في الصوره انا اليوم ان شاء الله اختاريت نقدم لكم واحد الصبه ديال الحوت كتجي رائعه يا البنات ومغذيه، نغيروا بها ان شاء الله في هذا الشهر الكريم اللي غنرافقها ان شاء الله بواحد الحشوه الميني بطبوط اللي سبق لي وقدمت معكم في القناه. هذه الحشوه كتجي رائعه جدا ومنعشه. الا بغيتوا تعرفوا على الطريقه والمقادير تابعوني لاخر الفيديو. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو ان شاء الله اليوم لهاد الشوربه ديال الحوت او الصبه ديال الحوت كتجي البنات غزاله. نغيروا ان شاء الله من هاد الحريره اللي كنديروا دائما في رمضان، ندخلوا بهذا النوع ديال الشوربات راه كيجيو لذاذ وساهلين وفي المتناول. عندي هنايا واحد 3 ديال الكورجيطات مقطعين، عندي 3 ديال الخيزويات مقطعين، عندي 2 بطاطايات كبار مقطعين حتى هما دوائر، 3 ديال الحبات ديال المطيشه، واحد الحبه ديال البصله كبيره مقطعه، 2 فصيصين ديال الثومه، وعندي 2 ورقات ديال سيدنا موسى، واحد معلقه صغيره ديال ازير، وعندي واحد الحبه ديال الفيرميسيل ديال الروز. تقدروا تستغناو عليها اللي ما كيبغيهاش. وبالنسبه للحوت اللي مستعمله انا هنايا كيبقى اختياري البنات. انا عندي هنا واحد شويه ديال الكروفيت، عندي واحد حبات ديال الكالامار مقطعين، وطريفات ديال الحوت اللي ما فيهش الشوك. انا خديت هنا الرايه، ممكن تاخذوا القرب ولا الفرخ ولا الميرلون، يعني اللي بغيتو. تقدروا تستغناو على الكروفيت والكالامار، تستعملوا غير حبه ديال الميرلون راه كتوفي بالغرض. عندي هنايا واحد 2 معلقات ديال القزبور ومعلقه كبيره ديال الكرافس. بالنسبه للتوابل عندي شويه د الملحه، نص معلقه د البزار، واحد معلقه صغيره د التحميره، نص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال السكينجبير، ومعلقه عامره ديال التوابل ديال السمك. هاد التوابل راهم متواجدين البنات بزاف دابا، ولاو يعني متواجدين عند العطار. كما ممكن الا ما بغيتوهمش تقدروا تستغناو عليهم ولا ديروا الضامه ديال البنه بالنكهه ديال الحوت. ندوزو دابا الطريقه. بطبيعه الحال غنديروا الزيت البلديه ولا الزيت النباتيه، لكم الاختيار. طريقه البنات سهله. غناخذوا الطاوه ولا ديك الكوكوط فاش غنطيبوا، غنديروا الخضر ديالنا كاملين اللي حنا قطعناهم وغسلناهم بطبيعه الحال. الخضر تقدروا تستعملوا اي خضره بغيتوا، حيت هاد لا سوب غتطحن. داكشي علاش كنقطعوهم غلاظ. غنديروا هاد البصيله والثومه، تقدروا ديروهم في الكوكوط. نديروا ورقه سيدنا موسى، نديروا هاد الحبيبات هادو ديال الازير اللي ممكن ديروا بلاصتو الزعتر. غندير هاد القزبور والكرافس كيعطيوهم هاد النكهه غزاله البنات لهاد الصوبه هادي. وخصوصا دابا الحوت ناخذوا غير طريفات زعما صغار، ما ماشي ضروري نديروا هاد الانواع كامله، ولكن الا كانوا ماشي كيزيدوا لذه. غناخذوا الحوت ديالنا وغنضيفوا الزيت. طبيعه الحال غنديروا تقريبا واحد 4 كاس، وغنضيف التوابل ديالي كاملين، وغادي نمرق، وغادي نخلي نديرها فوق البوطه، وغادي نخليها طيب على خاطرها حتى كطيب ليا الخضره ديالي كامله وطيب لي الحوت. وغادي ندوز غنفزك هاد الشعريه الصينيه، نديرها في الماء غليان ونخليها تهبط ديك الساعه باش غندور بها ان شاء الله هاد الصوبه ديالي. من بعد ما درنا البنات الصوبه ديالنا ديال الحوت الطيب، غندوز دابا غنوجد معكم واحد الحشوه لهاد البطيبيطات اللي كنت حضرت معكم. غنخلي لكم لو لين ديالو في صندوق الوصف. يعني عاد جبتهم البنات من الكونجيلاتور، خليتهم تطلقوا، راه كيبقاو رطبين البنات. حيت كان جاني التساؤل بواحد الاخت قالت لك كدير البطبوط وكتلقاه غير كتجبدو كيكرملها، يمكن كطيبيه كتفوتي فيه الطياب بزاف. راه خاصو اللي كيطيب البطبوط اللي كنديرو في الكونجيلاتور يكون غير نص طيبه. كما كتشوفوا هو طلق
راه رطاب البنات. بالنسبه للحشوه انا غنختار واحد الحشوه اللي ما غنطيبهاش، يعني حشوه بارده اللي كتجي غزاله. غندير هنايا واحد حك ديال المايس، عندي واحد جزره محكوكه، عندي واحد 5 د الفرماجات مثلثات، عندي واحد الحفينه ديال الزيتون خضر مقطع، واحد قبيطه ديال الخس مقطع، واحد 2 حكاك ديال الطون، عندي واحد معلقه كبيره ديال المعدنوس، 2 بيضات مسلوقين، عندي واحد المعلقه كبيره حتى 2 معالق ديال المايونيز. كل واحد كيدير على حساب الرغبه، تقدروا تكتفيو غير بالفرماج اللي ما كيبغيش المايونيز، اللي بغاها صحيه اكثر. وعندي واحد 2 معالق ديال البصله خضاريه اللي مقطعاها رقيق. الا كنتو عندكم الخضاريه كان احسن، الا ما كانش تقدروا ديروا البصله غير البصله العاديه حتى هي راه كتجي لذيذه. هاد الحشوه كتوجد دغيا دغيا، ويعني كتعمريها وترافقوا تحطيها على مائده الافطار، يعني سهله مهله. غنرافقوا بها ان شاء الله هاد الصبه ديال الحوت اللي كتجي غزاله. غندوزو دابا للطريقه. غناخد البنات هاد خيزو اللي حكيتو، كل واحد غيضيف على حسب العدد الافراد ديال الاسره ديالو. غندير هاد الحك ديال المايس، تقدروا اللي ما كيبغيهاش ما يضيفهاش. انا البنات كتعجبهم الطون، انا كثرت درت 2 حكاك باش كتجيني هاد الحشوه بحال ديال لي سناك. غندير نصف الكميه ديال الخس، وهذاك اللي بقى غنخليه للتزيين. وغندير هاد الزيتون مع شي حبيبات الكورنيشو اللي كيبغي الحموضه. وغنضيف هاد البصله مقطعه، وغنضيف هاد 2 بيضات مسلوقين ومقطعين. طبيعه الحال غندير الفرماج تنمعسو مزيان باش يولي ليا ساهل انني نخلطو مع هاد المكونات. بعد ما معست هادوك الفرماجات كنضيفهم، تقدروا تمعسوهم في الاول. وغنضيف طبيعه الحال شويه ديال الابزار، كل واحد كيدير حسب الرغبه ديالو. وغنضيف شويه ديال الملحه، المايونيز راه مالح، غندير غير شويه. وغندير الخل ولا الحامض، كما كتعرفوا هاد البصله وداك الشيء كيفاش تحيد لنا ديك النكهه، نضيفوا لها الخل. ونضيف هاد معلقه كبيره ديال المعدنوس، وغنجمع هاد الشيء كامل بالمايونيز. غنضيف الكميه اللي غتجمع ليا هاد الحشوه. من بعد ما خلطنا البنات الحشوه ديالنا كتجي معلكه بحال هاد الشكل، غندوز دابا غنعمر بها هاد البطيبيطات اللي كنت حضرت معكم. هاد الحشوه زعما كتجي ساهله ولذيذه، ترافقوا بها لي سوب اللي كتحضروا ولا مع عصير بحال هكا. كل واحد يعمر حسب الرغبه بحال هكا. كنجي كندير شويه ديال الخس من الفوق. مهم كيبقى لكم الاختيار، كل واحد يحضر حسب الرغبه ديالو. كما كتشوفوا البنات بحال هكا. غنزيد نعمر معكم وحده اخرى. مهم هاد البطيبيطات راه كيجيو رطبين البنات، رطبين، ها كتحكمي فيهم كما بغيتي، راه ما كيتقسموش. واخا كنديريهم في الكونجيلاتور راه كيبقاو رطب. الا تبعتي الطريقه اللي كنت عطيتك راه غادي اكيد غيصدقوا معك. وهاد الحشوه راه اش نقول لكم رائعه البنات، رائعه رائعه بزاف. غندير شويه ديال الخس ونحطها. غندوز دابا نحضر معكم ان شاء الله الصوبه ديالي راها طابت. غنطحنوها ونوريكم المراحل الاخرى. بعد ما طابت البنات الصوبه ديالنا ديال الحوت، كما كتشوفوا راه نقص الكميه ديال الماء اللي درنا. دابا غندوز غنحيد هاد ورقه ديال سيدنا موسى، ونحيد هاد الطريفات ديال الحوت الكبار بحال هكا. غنحيد هاد الطريفات باش غادي نقيهم ونفرتتهم. وعاد غندوز نطحن هاد الصوبه ديالي. غنحيد هاد الطريفات الحوت كاملين، غير هادوك الكبار اللي فيهم العظام، باش ما نديرش شي حاجه نطحنهم بالعظام ديالهم. وغنحيد هاد الورقه ديال سيدنا موسى باش ما نطحنهاش. وديك الساعه ندوزو ان شاء الله باش نطحنوا هاد لاسوب. من بعد ما نقيت البنات هذاك الحوت ديالي كامل، حيدت له هذاك الطريفات ديال العظام اللي كيكونوا فيه. غندوز دابا غنطحن. كنبدا نطحن البنات لاسوب ديالي. كنضيف واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك، وكنكمل الطحين ديالها. وعاد غنضيفها ان شاء الله باش نخليها تغلي.
بعد ما طحنتها البنات لا سوب ديالي، انا راه زدت فيها شويش ديال الماء باش كتجي هاد لا سوب تكون خفيفه، ما كتبغيش هذه تكون تجي عاقده بزاف. راه تقدروا ديروا فوق المقادير، ديروا غير نصف الكميه. انا هنا هاد الفيرميسيل اللي وريتكم في الاول، انا قبضتها ودرتها في الماء السخون وخليتها واحد 5 دقائق وصفيتها مزيان وقطعتها. دابا غنضيفها هي كمرحله اخيره وغنحركها باش كنحس كتجيني في وسط لا سوب ديالي بحال كندور بها. كما ممكن انكم ديروا شويه ديال الشعريه ديال السفه اللي ما كيبغيش الفيرميسيل، يعني يدور بواحد شويه. واللي بغى يزيد طريفات ديال الكروفيت يشحرهم ويضيفهم في الاخر ممكن. ان شاء الله شي حلقه نقدم لكم لا سوب ديال الشينوا اللي كتكون بلي فخوي دماغ بالحق ما كيكونوش مطحونين. هذه بالخضر كتجي هائله. دابا صافي غنخليها تهز الغليه ديالها وغنطفي عليها وندوزو طبق التقديم. بعد ما وجدت الشوربه ديالنا ديال الحوت البنات كتجي على هذا الشكل، كنرافقوها مع طريفات ديال الحامض والبطيبيطات اللي عمرتنا كيجيو على هذا الشكل كما كتشوفوا، كيجيو رطبين البنات ومعلكين. هاد الحشوه اقتصاديه وفي المتناول، يعني تقدري تحضريها في اخر لحظه ترافقيها مع الحريره ولا مع الصبه. وهاد الصبه كتجي البنات لذيذه ديال الحوت بواحد، تقدري ديري فيها غير طريفات ديال الحوت عاديين بلا كروفيت بلا كالامار، راه كيجيو هائلين. كنتمنوا الوصفات ديال اليوم يكونوا عجبوكم، وإلا عجبتكم كما العاده ما تنساوش تضغطوا على زر لايك والاشتراك في القناه، بارطاجيوهم مع الاهل والاصدقاء. خليت لكم الراحه والهنا، الى الملتقى ان شاء الله فيديو قادم، مع السلامه.